بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بجواز خفيف أيضا ينفع في رمضان هذا المبارك، اللي هي بطاطا في الأكياس تاع الفور أو أكياس الدجاج، كل واحد كيفاش يسميهم، هذوك الساشيات اللي يدخلوا الفور. هنا عندي كمية من البطاطا حوالي 3 حبات، قطعتها بهذه الطريقة. أنا عندي شوية تاع دجاج فتتو كما راكم تشوفوا هكذا طراف صغار. هنا عندي نص حبة طماطم نسكرفجها هكذا فوقهم باش ديرنا شويه لاصوص وميم اللون تاعها يجي باهي. كما تعرفوا انه الطماطم عندها ذوق رائع. هنا هذا النص الثاني كملت رابيتو. عندي حبه بصل صغيره كما نقولوا حنايا فوجيل، كاين اللي يقولها بصله تاع الورق، تقدروا ديروا بصله عادي نورمال. درت هنايا شويه دبشه، تقدروا تعوضوها بالكرافس. هنا راح يجيكم جواز خفيف بنين يسخف وبدون اي تعب، تديروه في الصاشي هذيك تطيب معاكم روعه. هنايا في التوابل درت شويه ملح، كركم، راح يعطيها بنة خيالية الكركم ليه وصحي ثاني. هنا شوية توابل الدجاج ولا توابل الشاورما، كل واحد كيف يحب يسميهم. شوية ثوم غبرة ولا عندك ثوم فصوص أحسن. وفلفل كحل. شوية زيت نباتي، واللي حاب يدير زيت عرب نورمال يديرو مكاش مشكل. ولا هنا الفلفل اختياري، كاين اللي يحبها يديرها هكذا تجي بيضة وما تجيش بيضة، الكركم حيعطيها لون. كاين اللي يحب يدير لها الفلفل احمر حسب الرغبة. نحركم ريح البطاطا تاعنا والدجاج باش يدخلوا كامل التوابل في بعضهم، ونحطوها في هذا الكيس هذا تاع قلت لكم يطيب الدجاج يطيب كلش خضره. هنا كملت سلحت كامل هذيك البطاطا والدجاج تاعي في الساشي. من بعد كي بقى لي شويه توابل هكذا في الطوسي تاعنا نحط عليه شويه مع حوالي 2 معالق 3، ما تحتاجش بزاف الماء. هكذا ونفرغوها في هذيك الساشي هكذا الدواوات تاعنا ما يضيعوش. من بعد نخلطهم هكذا شويه خفيف ونسكر الساشي تاعنا ونحطوهم يطيبوا. هنا من الاحسن تحطوهم في الفور في الوسط، ما ديروهمش الفوق وما ديروهمش لتحت، يكونوا في الوسط. وبعد ما يطيبوا كامل من تحت تشوفوا البطاطا تاعنا طابت، طلعوهم شويه الفوقات، تفتحوا الساشي وتشعلوا لهم الفور من فوق باش يتحمروا. هنا كما راكم تشوفوا البطاطا تاعنا راهي واجده، جات ما شاء الله.
جات في الذوق تاعها بزاف بنينه، من المنظر تاعها جات شابه هكذا باهيه. كما نعرفوا العين تاكل قبل الفم. شهيه طيبه ومع السلامه.